يلا الفطار المتين او العشاء المتين اقول لكم على طريقة للفول تحفة تحفة تحفة. لقمة هتجر لقمة والقولون هيستغيث، بس من طعمتها مش هتقدروا تسيبوها. شايفين لون الفول؟ شايفين لمعته؟ شايفين جماله ودايب دوب؟ انا دلوقتي مستخدمة فول مفروم، ممكن تستخدموا فول حب زي ما هو، زي ما تحبوا. تعالوا اقول لكم دلوقتي الخطوات خطوة خطوة. بس الفطارة دي تقيلة شوية، ممكن نعملها مرة في الاسبوع. هنجيب شوية زيت في طاسة، وبعد كده هننزل عليهم ببصل مفروم ناعم زي ما احنا شايفين. هياخد لون ذهبي خفيف، احنا مش عايزين نغمقه، لون ذهبي خفيف قوي. هننزل عليه بنص معلقة توم مفروم. عايزين نستغنى عن التوم مفيش اي مشكلة، بس التوم بيديله نكهة حلوة قوي. هنقلب بقى كله على بعضه، وبرده التوم مش هياخد لون. وهننزل عليهم بقرن فلفل حامي، عايزين نستغنى عنه برضو حامي، بلاش نحط بارد. هننزل بطماطمايه متقطعه مكعبات او طماطميتين، لما نكتر الطماطم هيبقى احلى. هنقلب كله في بعضه وهنحط البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عباره عن معلقه كمون ومعلقه كزبره وشويه ملح. الملح طبعا حسب الرغبه، نملح بالطريقه اللي تعجبنا. وهنحط بابريكا مدخنه. البابريكا المدخنه على طبق الفول ده بتديله نكهه جباره. ما عندناش بابريكا مدخنه مفيش اي مشكله، برضو اي حاجه ممكن نستغنى عنها، بس النكهه في الاخر هتطلع حلوه قوي. هنستنى 5 دقايق كده الطماطم تتسبك مع الخضار، وبعد كده هننزل عليهم بالفول. الفول اللي عندي فول مفروم، انا بحب افرم الفول علشان قشرته بتبقى صعبه في الهضم، فانا بحاول افرمه على قد ما اقدر. احنا ممكن نستخدم فول حب زي ما هو، هيبقى حلو قوي برضو للي بيحبوه كده. هقلب كل الخلطة اللذيذة الرهيبة الجميلة دي مع بعض. لا بجد الريحة فظيعة، هتاكلوه من هو على البوتاجاز قبل ما تحطوه على السفرة. شايفين الجمال؟ هنسيبه بقى 5 دقايق كل الحاجات دي تدخل وتتغلغل في بعض. دي اهم معلقة في طبق الفول كله. عارفين الدقة اللي احنا بنحطها في الفريزر للبتنجان والسمك؟ فلفل وتوم، عبارة عن فلفل وتوم وكمون وكزبرة. اكيد كل بيت مصري فيه الدقة المصرية الاصيلة دي، اللي احنا بنستخدمها في كل حياتنا اليومية، في ملوخية، في بتنجان، في سمك. المهم نرجع لطبق الفول. طبق الفول بعد ما خلصناه وطفينا النار، هنحط معلقة زبدة على الوش تديله لمعة بس. يبقى اخر مكونين حطيناهم في الاخر خالص، معلقة الدقة اللي احنا قلبناها في الفول، ومعلقة الزبدة اللي احنا حطيناها على الوش. شايفين ساحت ازاي مع السخونية؟ ادته لمعة خطيرة. هاتوا بقى رغيف عيش وقطعوا وكلوا. مش هتاكلوا اي حاجة جنب الفول، هتاكلوه هو بس. يعني انتوا لو مالين السفرة انواع تانية، هو الفول ده هيبقى ملك السفرة. لذيذ قوي. وبكرة الجمعة اعملوه بكرة الصبح، هيبقى فطار مميز ولذيذ قوي. بس اصحاب القولون يمتنعون، لانهم مش هيقدروا يقاوموا الجمال، وممكن ياكلوا الطاسة كلها. انا حذرت وعملت اللي عليا. كده انا خلصت الفيديو الفول الخطير. يا رب يكون عجبكم وتنفذوه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو. باي باي.